السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام. دائما أذكركم بالاشتراك في قناتي والضغط على زر الإعجاب. كاين الناس كيبغيو يديروا إعجاب ولكن ما كيستقليهمش. علاش؟ لأنه ضروري خاص يكون عندك كونت في اليوتيوب. إذا هذه كملاحظة. الآن نرجعوا الوصفة ديالنا اللي هي فلون طبيعي دون الحاجة إلى علبة الفلون التي تباع في المتاجر. بسم الله على بركة الله. فاكهة الكاكي هي هذه اللي غادي نحتاجو. يعني هي اللي غادي نحتاجوها في الفلون ديالنا. هي لازم تكون طيبة، نضغطوا عليها ونشوفوها واش رطبة. يعني الا كانت رطبة هذا دليل على انها طيبة. انا استعملت حبة كبيرة، استعملت معاها 3 المعالق كبار من السكر او ملعقتان، وكأسان من الحليب. الحليب العبار ديال كأس العنبة. الا كان عندك الكاكي صغير فيمكن لك تستعملي 2 ديال الحبات. اذا انا خديت الكاكي قشرته وقطعته قطع صغيره. الا كانت طيبه بزاف وما يمكن لكش تقشريها بالموس فيمكن لك تستعملي ملعقه. تقطعي على 2 وتبداي تهزي اللب ديالها بملعقه بهذيك الطريقه. ثم نوضعوا الكاكي ديالنا في الخلاط الكهربائي ونضيف ليه المكونات الاخرى من السكر والحليب. ثم نطحنوا المكونات ديالنا. حتى نحصلوا على مزيج بهذا الشكل كما كتشوفوا، يعني فهو خاتر. ونكبوه في المول ديال الفلون او في كؤوس ديال الدسر. اذا لاحظي القد ديال الفلون ديالنا كيفاش داير، يعني الكثافه ديالو مرتفع عاقد. من بعد ما نكبوه في الكؤوس غادي نخليوه في الثلاجه مده 4 ديال السوايع، ونزولوه من المول وغادي نحصلوا على النتيجه التاليه. اذا لاحظي كيفاش جمد، وكذلك الكأس نفس الشيء. الان غادي نزينوه باي طريقه. انا ضفت ليه يعني مكسرات. وبالصحه والراحه. ولكن في هذا الفيديو ما غاديش يفوتني انني نقول الراي ديالي في هذا الفلون. فلان كنسمعوا بزاف بالفلون ديال الكاكي مع الحليب. بالنسبه لي انا يعني المذاق ديالو، اللي بغى يعرف المذاق ديالو فهو يعني كيشبه شويه الجبن. فربما ان الكاكي له مفعول على تخثر الحليب. انا شخصيا يعني فضلت كون شربته عصير على انني ننتظر 4 ديال السوايع باش نحصل على فلون بالمذاق ديال الجبن. هذا رايي الخاص والاذواق كتختلف. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم. انتظروا مني الجديد وما تنساوش ديروا اشتراك واعجاب الفيديو.